مفيش ثوره. النهارده الدكتور كمال الجنزوري، عشان تعرفوا بس ان احنا بيضحك علينا، ولما انا طلعت هنا قلت كدابين ما كنتش غلطان، وما قلت لهم يا كدابين ما كنتش غلطان. النهارده الدكتور كمال الجنزوري بيقول انه عملها بتاع المكان اللي هو هيروحوا فيه المصابين والشهداء، ويروحوا فيه في شارع بورسعيد في رقم مش عارف 1200 وكام حاجه قالوها، انا سمعتها في النشره. مصابين بقى والشهداء مين؟ الثوره ومسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. الله، مش بتوع مجلس الوزراء كانوا بلطجيه وصيع وحشاشين وافيونجيه وقلتوا فيهم يعني قلتوا كتير قوي. دلوقتي اعترفنا انهم شهداء ومصابين ويستحقوا الرعايه من الدوله. عشان تعرفوا ان في كذب بيكذب علينا. دول اول تصريح طلع عليهم ضحايا كانهم ماتوا في حادثه اتوبيس، يعني كانهم ضربهم اتوبيس في شارع القصر العيني. النهارده بيتقال عليهم مصابي الثوره وشهداء الثوره. طبعا احنا مبسوطين ان بيتقال عليهم كده، لان الحق رجع. الحق رجع، بس كنتوا عمالين تقولوا كلام فظيع جدا 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 في المتظاهرين اللي قدام مجلس الوزراء. موقفكم ايه دلوقتي قدام الناس؟ انا بس بقول لكم عشان تلتفتوا للحكايه، ان الخبر ده ما يعديش بالسهل. احنا جاهزين ولا مش جاهزين؟